السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاهدوا هذا المقطع. الكعبة 120 كيلو من الذهب و60 كيلو من الفضة، تكون على شكل خيوط للنقوش اللي قاعدين نشوفها، سواء كانت الآيات أو الرموز الموجودة في الكعبة. حياكم الله ومرحبا. هذه هي كسوة الكعبة الشريفة المكرمة. هذه الكسوة صارت عبارة عن مؤسسة كبيرة جدا. هذه المؤسسة شنو عملها؟ فقط لنسج كسوة الكعبة سنة بعد سنة، كل سنة يخيطون جديد ومن ثم يكسون الكعبة المكرمة. هذه السنة كانت مميزة، أكثر من 360 محطة إعلامية ما بين تلفزيون وإذاعة وإعلاميين حضروا وبدأوا يصورون وينشرون للعالم، ينشرون على هالقماش الأسود بس. هذا عند الكعبة. في حين احنا الشيعة والله كل شيء ما مسوين للحسين عليه السلام، كل شيء ما مسوين للحسين أبدا، أشياء بسيطة خفيفة. وللأسف الشديد الشيعة إلى اليوم ما استطاعوا أن ينشئوا مؤسسات كبيرة عملاقة تصدر إلى العالم، لا، على قدنا ناس محليين. سويتونا كفار، سويتونا مشركين، وسويتونا عبادة القبر، وسويتونا. شنو سببها؟ سببها هذا. اخواني الكرام، اود ان تلتفتون الي في هالعبارة. امامنا علي بن ابي طالب عليه السلام وصف المجتمع بخمسة، اعطى خمسة هؤلاء يجب علينا ان نحذر منهم، وفي نفس الوقت مع الحذر هؤلاء الخمسة إن صلحوا صلح المجتمع. العلماء، والعلماء هنا ما يشترط رجال الدين، لا، مو شرط أن يكون عالم في الدين، ممكن علماء في الطب، في الفيزياء، في الكيمياء، في الفلك، في الطب، في الهندسة. فالمهم أن العلماء أولا، لأن العالم إذا طمع مشكلة، فسد. بعد جزء من العلماء شنو سووا؟ هنا المصيبة اللي أنا أود أنه حضراتكم تتوجهون. من العلماء الكبار رجال الدين في وقته كان هو شبث بن ربعي. شبث بن ربعي من جماعة كسوة الكعبة، من ربع كسوة الكعبة. أفتاه عبيد الله بن زياد بقتل الحسين، فقال نعم جائز قتل الحسين بعد أن شاف الفلوس، وأصدر فتوى كبيرة في ذاك الوقت أن الذي يخرج على إمام الزمان فهو يقتل. وبالفعل اجت الفتوى مال شبث بن ربعي إلى المجتمع ربع الكسوة، طروها، قال لك هذا العالم شبث، وأعطى هاي الفتوى، قتلوا الحسين. بل ما توقفوا عند قتل الحسين، فكانت الصيحات لا تبقوا لأهل هذا البيت من بقية. تلاحظون كيف؟ فأرادوا بحقدهم طيب أنت الآن تقول علي مشرك وأنا أعبد القبر، في حين أنت الآن لازم له القماش الأسود وتلف بيه والصرة وتعلقه إلي، ومسوي لك مؤسسة عملاقة كبيرة لهذا القماش الأسود، وتجيني تطالبني في أني أترك روح عظيمة، روح قريبة إلى الله سبحانه وتعالى. الحسين عليه السلام
ما خاص في الشيعة. نحن الشيعة مقصرون تماما اتجاه الحسين. الحسين إمام أممي يجب أن يكون للأمم جميعا، لكن احنا الشيعة ما قدرنا أن نصدر الحسين، ما استطعنا أن نصدر الحسين في طمعنا، في مصايبنا، في كوارثنا، انشغلنا في الداخل مالنا وتركنا الحسين. فهنا الإشارة العلماء، وهذول العلماء مرة يصدرون فتوى أن الحسين قتل بسيف جده، ومرة أن الحسين خارجي وقتل. هذولي اللي في عهده. الآن اجت فتوى تقول أن الطعام اللي ينوكل مال الطبخ هذا حرام. هذول العلماء. إذن علينا الحذر، مو مرة دائما العالم عالم الدين يطلع مضبوط. حارب مذهب كامل من أجل أنه يمشي للحسين عليه السلام، من أجل أنه يبكي على الحسين، من أجل أن يجدد مصيبة الحسين، من أجل أنه يرتبط بالحسين. لكن أنت مرتبط بالقماش مال الكعبة، فاتح لمؤسسة للقماش مال الكعبة، تقدس هالقماش، توقف دول العالم جميعا في سبيل أن تنطيهم قطعة من القماش، وأنت بكل فتاويكم بكل كتبكم تكفرون وتكفرون مذهبنا وتكفرون كل حركة نقوم فيها، في حين احنا نوقف للحسين روحي فداه، نقول له لبيك داعي الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. هو ابن رسول الله لو لا؟ السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهل. هذا الحسين لو احنا ما جينا وأشركنا بالحسين، احنا ما سوينا الحسين إله معاذ الله، وما الحسين إلا عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى، لكن الله أعطاه هذه المنزلة وجعل الناس يطوفون حول قبر الحسين، ياخذون من الحسين الشجاعة، ياخذون البسالة، ياخذون من الحسين كلمة الحق، ياخذون من الحسين الكرامة، ياخذون من الحسين الصبر. هذا الحسين مالنا. ومع كل اللي تشوفوه ويشوف العالم، والله للأسف الشديد هناك تقصير من الشيعة اللي ما استطاعوا أن يجعلوا من الحسين صلوات الله عليه إمام أممي يقتدي به كل إنسان وتقتدي به كل أمة. هذا التقصير من الشيعة. هذه الرسالة وأتمنى أن تصل. هل يجوز أكل ثواب للحسين والعباس في عاشوراء، القيمة يعني والتمن واللحم بحد ذاته، لكن لأنه يعد لأمور بدعية نحرمه من هالناحية. لو كان طعام صحيح على ثواب الحسين يعد، لكن ما دام أنه لأجل أن تقام البدع واللطم هو ليس من الإسلام، ولبس السواد وإعادة الأحزان كل سنة لا يجوز إعادة الأحزان، لا على نبي ولا على ولي ولا على آل بيت.